ترند ساندويشة اللبنة والمكدوس. هالترند كتير انتشر وكتير جربوه. اليوم أنا رح جربه معكم. باخد رغيف خبز بفتحه لقسمين. قسم منه بدهنه بزيت الزيتون، بعدين باخده على مقلاية ناشفة على النار وبحمصه. القسم الثاني من الخبزة بدهن عليه لبنة، أي نوع لبنة موجود عندكم. أنا اللبنة اللي عندي قليلة ملح، دهنت عليه لبنة. بعدين بحط فوقه حبتين من المكدوس، بفتحهم وبوزعهم فوق اللبنة. بعدين نص بندوراية قطعتها فوقهم. بعدين بجيب الخبزة اللي تأمرت وبحطها فوقها وبكسرها بأصابيعي. صوت القرشة بتشهي. بس شو كانت ساخنة كتير، يعني ديروا بالكم وانتوا هيك عم تكسروها لأنها بتكون كتير ساخنة من الزيت. بعد ما بتكسروا الخبزة بتلفوها للساندويشة وعملوا جنبها كاسة شاي. كتير طيبة، كتير طيبة. هالترند بيستحق التجربة. طيبة طيبة عن جد طيبة. طيبة هيك. الخبز المقمر، اللبنة مع المكدوس والبندورة. يعني أنا دائما باكل البندورة مع المكدوس، بس اللبنة طيبة كمان معه هيك. والخبز المقمر كتير طلع طيب. جربوها، كتير طيبة. باي.